قبل 5 سنوات من هلة، وتحديداً سنة 2020، مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI اكتشف أكبر عملية قرصنة واختراق في تاريخ الدارك ويب كله. العملية هي ما كانت ضد الجيش الأمريكي أو الروسي أو حتى الصيني. الاختراق هذا كان أقوى بكثير من خيال الجميع. العملية هي كانت بين الهاكرز نفسهم، لأن العملية استهدفت أكبر وأخطر سوق إلكتروني في تاريخ الدارك ويب. الهاكر رح أحكي لكم قصته اليوم. هو الوحيد بالعالم اللي قدر يخترق موقع سيلك رود وقدر يسرق منه بيتكوينز بقيمة 7 مليار دولار. وهذا الهاكر عمل شيء ما حدا قدر يعمله بالتاريخ. وتخيلوا معي، مؤسس موقع سيلك رود بنفسه حاول إنه يتواصل معاه، مش عشان يهدده، لا، بل عرض عليه يضاعف له المبلغ اللي سرقه، ولكن بشرط واحد، إنه يساعده يسكر الثغرة اللي الهاكر اكتشفها. اليوم ما رح أحكي لكم قصة هاكر عادي. الهاكر اللي رح نحكي عنه لقب باسم ملك البيتكوين. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، خليني أذكرك إنك تنزل وتضغط على لايك إذا عجبتك الحلقة، وبرضه حط لي كومنت، وإذا ما كنت مشترك فأهلا وسهلا بكم. وبدون ما أطول عليكم، صلوا على النبي ويلا نبدأ. تبدأ قصتنا في يوم 24/5 سنة 1990، وتحديدا في مقاطعة كوبا في ولاية جورجيا الأمريكية. انولد بطل قصتنا اليوم وهو جيمي زونغ. ولد لعائلة من أصول آسيوية، ومثل ما نحن شايفين بالصورة، جيمي كان شكله آسيوي جدا وجسمه نوعا ما مليء. أصدقائه بالمدرسة كانوا يتنمروا عليه ودائما في محل سخرية. أبوه كان شغال عامل باليومية، وأمه كانت تشتغل في مطعم مقابل أجر بسيط جدا. حياتهم أو معيشتهم كانت بسيطة جدا، وسنة ورا سنة المشاكل الأسرية بدأت تزيد. ولما وصل جيمي لعمر 8 سنوات، أبوه وأمه قرروا بهاي اللحظة إنهم ينفصلوا. الأب طلع برا البيت وضل جيمي عايش مع أمه، وبسبب الأوضاع الغريبة اللي صارت لجيمي وهو صغير بشوف أبوه وأمه انفصلوا، فالأم حبت إنها تحسسه نوعا ما إنه ما في شيء غريب وكل شيء مثل ما هو. اشترت له جهاز كمبيوتر عشان يقضي عليه وقته، بس الحقيقة إنه الكمبيوتر هذا هو أكثر شيء خلى جيمي يقعد لحاله وينعزل تماما، لأنه طول الوقت جيمي كان حاسس إنه عديم هوية، لا قادر يعتبر حاله أمريكي ويعيش بين الأمريكان مثله، ولا قادر يتخلى عن ثقافته وملامحه الآسيوية. وهذا هو السبب اللي كان جيمي يهرب منه من العالم الخارجي ويظل أمام الكمبيوتر بالساعات والأيام. بطل قصتنا كان بيمر بظروف صعبة جدا وهو صغير، بس كان متفوق جدا في دراسته، ولأنه كان طفل مسالم وهادئ ما كان يدخل حاله في أي مشاكل مع أصدقائه المتنمرين. والطريقة الوحيدة اللي كان ينتقم لحاله فيها إنه يقعد يدرس عشان يطلع من الأوائل على المدرسة. وفي سنة 2008 تخرج من المدرسة الثانوية وحصل على علامات عالية. قدر أنه يحصل على منحة دراسية من منظمة مرموقة اللي هي HOPE. وفعلا التحق جيمي بجامعة جورجيا عشان يدرس علوم الكمبيوتر. جيمي في الأساس كان عنده خبرة واسعة في علوم البرمجة، وكان متفوق جدا في دراسة الجامعية، وكل شيء كان يدرسه بالجامعة كان عارفه وجربه أكثر من 50 مرة. انتهت السنة الأولى بالجامعة، قدر جيمي إنه يطلع من ال10 الأوائل في الكلية اللي هو فيها، فطلب من أبوه وأمه إنهم يحضروا معه حفل التكريم السنوي بالجامعة. وبيوم الحفل جيمي وأمه ما إجوا، ما كانوا مهتمين بالأساس. جيمي على البيت بهذاك اليوم وجمع كل ملابسه وأشياءه من البيت وطلع راح سكن في شقة لحاله عشان يبتعد عن هاي العائلة. ومن هذيك اللحظة جيمي كان خايف من شعور الوحدة، فكان طول الوقت يكون أصدقائه ويتعرف على ناس جداد ويحاول بكل الطرق إنه يوسع دائرة علاقاته. ولكن بنفس الوقت كان لازم يدور له على وظيفة يقدر يعيش منها ويدفع ثمن الإيجار الشقة اللي هو أخذها. ومن خلال البحث في المنتديات، جيمي كان يساعد الشركات بشكل احترافي. فكان بيحاول على مدار أسابيع إنه يخترق شركة أو بنك، وأول ما يلقى ثغرة معينة بيدخل فيها على السيستم. كان على طول يتواصل معهم ويعرف عن حاله وبيحكي لهم إني أنا لقيت الثغرة الفلانية بالنظام تبعكم وبقدر أحكي لكم كيف تحلوا هاي المشكلة مقابل مبلغ مالي. ومرة في الثانية في الثالثة جيمي فعلا حب الموضوع وكان يطلع منه مبالغ كويسة. وفي يوم من الأيام جيمي كان قاعد واكتشف العملة الجديدة، أو اللي نحن بنطلق عليها اسم البيتكوين. العملة هي في وقتها كانت قيمتها ضعيفة جدا، 1000 منها كانت تساوي تقريبا $1. وطريقة الحصول على هالعملات كانت بتتم عن طريق شغلة اسمها التعدين. وعلى مدار أيام جيمي كان يستغل أوقات فراغه في عملية التعدين هاي، كان يصنع البيتكوينز ويشيلها على حسابه الإلكتروني لحد ما قدر يجمع 30,000 بيتكوين. ولكن وقت قيمة ال30,000 هدول لا يتعدوا $60.
فتركهم جيمي على الهارد ديسك ومهتم فيهم أبدا. وبسنة 2011 قيمة البيتكوين رفعت رفعة غريبة. بعد ما كان ال1000 منها $1، هلأ البيتكوين الوحدة ب$25. وصلت سعر البيتكوينز اللي عند جيمي إلى $750,000 أمريكي. بسرعة جيمي يطلع الهارد ديسك وعلى طول وصله بالكمبيوتر، وكل اللي كان يفكر فيه هي الثروة الكبيرة اللي قدر يحصل عليها. ولكن المفاجأة إنه الهارد ديسك ما فتح. حاول أكثر من مرة إنه يشغله، ولكنه اكتشف بالأخير إنه الهارد ديسك خرب وما رح يشتغل مرة تانية أبدا. طبعا صاحبنا دخل بحالة نفسية سيئة جدا، حس حاله نحس وما رح يصير غني أبدا بحياته. ولكنه ما استسلم، رجع يشتغل بالتعدين مرة تانية، وكل يوم كان يعد ما بين 10 إلى 20 بيتكوين ويشيلهم في محفظة إلكترونية عشان يرجع لهم بعدين، لحد ما قدر أخيرا إنه يجمع 5000 بيتكوين قيمتهم تقريبا $125,000 أمريكي. طبعا هذا إشي كان كبير بالنسبة لشاب لسه في مقتبل حياته. ولكن بدل ما جيمي يستغل هي الأموال في إشي بينفعه، ضيع كل فلوسه على السهرات وعلى البنات. دخل في صحبة جديدة مع شلة سيئة جدا وسحبوه معهم لعالم الإدمان. وللأسف الشديد جيمي بهي اللحظة ضيع كل الفلوس اللي كانت معاه على الممنوعات تماما، أفلس ما عنده أي شيء. وهلأ وصل لمرحلة إنه بيحتاج فلوس عشان يشتري هي الممنوعات. وفي نفس هذيك الفترة ظهر على الدارك ويب موقع جديد لتجارة تقريبا كل شيء ممنوع، بيع ممنوعات، بيع أسلحة، أعضاء، استئجار قاتل متسلسل. حرفيا الموقع كان عبارة عن سوق إلكتروني مصمم بنفس طريقة تصميم موقع أمازون بالضبط. الموقع هذا بعدين تحول إلى أشهر موقع على الدارك ويب، وهذا الموقع اسمه سيلك رود أو طريق الحرير. وأول ما جيمي سمع عن هذا الموقع كان فعليا من أول الناس اللي بيتعاملوا معه، فكان يشتري منه الممنوعات اللي هو كان يتعاطاها. وتخيلوا معي إنه الممنوعات كانت توصل لباب بيته، وكل هذا من غير ما شرطة تعرف ولا حدا يقرب منها. ولما انتهت فلوسه تماما اضطر انه يدخل على المحفظة الإلكترونية اللي هي عليها البيتكوين. المحفظة هي كانت مربوطة بحساب في موقع سيلك رود، وبطريقة غير مقصودة كان بده يعمل إيداع بقيمة $400 لحسابه، ولكن بالغلط بدل ما يضغط مرة واحدة على زر الإيداع ضغط مرتين ورا بعض بدون ما يقصد. فجأة فتح الحساب ولقى عليه 800. هون شك انه في إشي غلط بالموضوع، وفكر انه $400 الثانية مجرد خطأ، واكيد الحساب ما ضاعف نفسه. وفعلا اشترى الممنوعات بقيمة $800 وعشان يختبر اذا هالفلوس حقيقية ولا مجرد جليتش من الموقع. والغريب انه عمل صفقات بقيمة $800، وفعلا خلال يومين الممنوعات وصلت على باب البيت بدون اي مشكلة. جيمي دخل على الموقع مرة ثانية وعمل إيداع بقيمة $500، ولكن بدل ما يضغط مرة واحدة ضغط 10 مرات على الزر، وأول ما فتح صفحة الرصيد لقى $5000. طبعا ما كان مصدق إنه أخطر وأهم موقع على الدارك ويب ممكن يكون في ثغرات بسيطة وغبية بهي الطريقة. ولكن فكر صاحبنا إنه لو عمل هذا الجليتش أكثر من مرة وبأكثر من طريقة أكيد المشرفين على الموقع راح يركزوا عليه. ومثل ما بنعرف الدارك ويب أكيد اللي بيشتغلوا هناك ما راح يكونوا بشر عاديين مثلنا، هدول المجرمين بيقدروا يسووا أي شيء في أي مكان في الكوكب. جيمي قرر إنه يسكر حسابه على الموقع، وبنفس اليوم فتح حسابين بأسماء مزيفة. الحساب الأول كان يعمل منه الإيداع ويستخدم الثغرة اللي هو اكتشفها، وبعدها بيرسل أموال اللي أودعها على الحساب الثاني، وبآخر اليوم كان يسحب كل الفلوس. كانت فعلياً تتضاعف تقريباً 20 ضعف، وعلى مدار سنة كاملة قدر يحقق مبالغ كبيرة جداً من مرق موقع سيلك رود. يعني لو بدنا نحكيها بالعامية هو كان يسرق من اللصوص نفسهم وهم مش حاسين. ولكن الخطأ الأكبر اللي طاح في صاحبنا كان في يوم 19 سبتمبر سنة 2012. كان بيتابع منتديات البيتكوين مثل كل يوم. كان بيقرأ مقال يتكلم عن موقع سيلك رود. المقال ذكر إنه الموقع هذا عليه أكثر من $500,000 بيتكوين، وقيمته في وقته بتساوي عشرات الملايين من الدولارات. صاحبنا هون فكر وحكى ليش ما أجرب نفس الخطة، ولكن هاي المرة على البيتكوين. فعلا عمل نفس اللي بيعمله كل يوم، وتفاجأ إنه حساب البيتكوين برضه يتضاعف في ظرف ساعات. وخلال شهور معدودة جيمي صار عنده حوالي 50,000 بيتكوين، يعني تقريبا 10% من البيتكوين الموجودة على الموقع. صاحبنا ما انتبه إنه لفت انتباه المشرفين على الموقع، فعلى طول مدير الموقع نشر وطلب من الهاكرز كلهم على الموقع إنه يعرفوا الثغرة اللي بتسبب لهم خسائر كبيرة مش مفهومة، وفي المقابل اللي بيكتشف الثغرة رح أعطيه 10,000 بيتكوين. وعلى مدار شهور ما في هاكر واحد عرف أو يكتشف هاي الثغرة، فاضطر المدير الموقع إنه يغير نوع الطلب، وبدل ما كان يدور على الثغرة صار يدور على اللص نفسه. وهون الهاكرز الأخطر بالعالم سنوا أسنانهم وصاروا يبحثوا عن اللص الخطير اللي هو صاحبنا جيمي زون. بالرغم إنه جيمي كان موقف كل عملياته اللي كان يسرق فيها الفلوس والبيتكوين، إلا إنه المدير ما نساه أبدا. ويوم من الأيام الهاكرز قدروا يكتشفوا هوية جيمي، وعلى طول جابوا المعلومات وبعثوها لمدير الموقع، وأخذوا قيمتها 20,000 بيتكوين ثمن هاي المعلومات.
وبهداك اليوم جيمي صحي من النومة وما كان عارف إنه مدير موقع سيلك رود الموقع الأخطر بالعالم والدارك ويب أرسل لجيمي رسالة قصيرة كانت على حسابه الوهمي. ولك أن تتخيل إنه هاي الرسالة ما كان فيها أي تهديد، وحتى إنه ما طلب إنه يرجع الفلوس اللي سرقها، بالعكس تماما. مدير موقع سيلك رود حكى لجيمي إنه رح يترك له الفلوس وبرضه رح أعطيك فوقها 40,000 بيتكوين، بس المقابل الوحيد احكي لي الثغرة اللي انت عم تستخدمها وبتقدر من خلالها تسرق كل هاي الشغلات. جيمي ما كان واثق أبدا من كلام مدير الموقع، وعلى طول مسح الحساب من هداك الموقع. قدر يسحب كل البيتكوينز وحطهم على هارد ديسك خارجي، حضر شنطته وانطلق على جزيرة البهامز. وفعليا جيمي كان عايش حياته بالطول والعرض، كان يتعامل على انه رجل اعمال عملاق وعنده ملايين الدولارات، كان مطمن تماما انه ما حدا بيعرفه ولا بيعرف مكانه. وفي أواخر شهر أكتوبر سنة 2013 انكشف السر الأكبر في تاريخ الدارك ويب. ال FBI قدروا أخيرا إنهم يحددوا هوية مدير موقع سيلك رود. انتشرت أخبار القبض على روس أولبريخت، أخطر هاكر في تاريخ الدارك ويب والمؤسس الحقيقي لموقع سيلك رود. وبعد القبض على روس، ال FBI صار عندهم جميع المعلومات المتعلقة بمستخدمين الموقع هذا، ومن خلال تتبع مسار الأموال اللي جيمي سرقها، ال FBI كان عندهم الإمكانية إنهم يكتشفوا هوية جيمي الحقيقية بمجرد ما يحاول إنه يصرف البيتكوينز هدول. ولكن جيمي على مدار كل هالسنوات كان محتفظ بال50,000 بيتكوين اللي معاه، وما كان راضي يفكها ولا يصرف منها ولا دولار واحد. ولكن بنفس الوقت كان يستغل إنه كان معاه بيتكوين سابقا، فكان يصرف منها ويدبر أموره. ولما عرف إنه روس أولبريخت انكشف وانقبض عليه وموقع سيلك رود تسكر تماما، قرر إنه يرجع مرة تانية على أمريكا وراح هناك واشترى منزل كبير في ولاية جورجيا، وكان قيمة هذا العقار تقريبا $1,000,000. لكن بأمريكا يا سادة يا كرام، إذا شافوا الحكومة إنك عملت هيك شغلة فأكيد رح تلاقي طلب التحقيق من مصلحة الضرائب الأمريكية. وفعلا لقى صاحبنا هذا الطلب، بدهم يسألوه من وين جاب $1,000,000 اللي اشترى فيه هذا البيت. بس خلونا ما ننسى إنه جيمي كان هاكر عبقري، وقبل الاستدعاء من مصلحة الضرائب قدر إنه يخترق النظام الداخلي لمصلحة الضرائب، وعمل ملف كامل باسمه، سجل تحت اسمه 3 شركات في 3 مجالات مختلفة، وقيمة كل شركة لا تقل عن $3,000,000. وكمان عمل لحاله سجل ضريبي كامل، وضبط كم تفاصيلي بالسجل بطريقة عبقرية. بس اللي عمله برضو كان ذكي، ما وافق إنه يخلي سجله الضريبي ممتاز بالأبيض، لا، صنع شوية أخطاء وتهربات ضريبية بسيطة قيمتها لا تتجاوز $20,000. ولما راح صاحبنا على التحقيق، المحقق فتح ملف جيمي وسأله عن مصدر $1,000,000 اللي اشترى فيه هذا البيت. جيمي طلع الأوراق اللي بتثبت امتلاكه ل3 شركات، وبرضه طلع له سجله الضريبي لهاي الشركات. المحقق بحث في حقيقة هالأوراق وتفاجأ أنها حقيقية ومسجلة كمان على موقع مصلحة الضرائب. وخلال التحقيق جيمي صار يحكي لهم: أنا بدفع ضرائب كتيرة كل سنة، ويمكن في بعض البنود البسيطة اللي ما كنت أنتبه عليها، هذا اللي خلى الفلوس تتراكم ويطلع المبلغ $20,000، وأنا على فكرة مستعد إني أدفعها بالكامل. ولكن الغريب إنه مصلحة الضرائب قررت إنها تسقط من عليه $20,000، وحكوا له: أنت إنسان ملتزم بدفع ضرائبه بشكل مستمر، البنود هاي ممكن إحنا نتجاوز عنها مقابل إنك تستمر في عملك. وفعلا طلع جيمي من التحقيق بدون ما يدفع ولا دولار واحد. ولكن في شهر مايو سنة 2016 كان سهران كعادته في كازينو من كازوهات الموجودة هناك وأصدقائه، وبهذاك اليوم جيمي كان متألق كتير، تعطى كمية كبيرة من الممنوعات، ركب سيارته وكان رح يتسبب في حادث كبير. الشرطة قبضت عليه وسحبوا منه رخصة السيارة وحطوه تحت المراقبة لمدة سنة كاملة. وفي يوم 21 مارس سنة 2016 جيمي كان قاعد ويتفقد مواقع البيتكوينز كعادته، كان بده يعرف إيش في تغيرات في السوق، لكنه تفاجأ بمنشور لواحد من أكبر المستثمرين في عمل البيتكوين، وكان اسمه روجر فير. روجر قرر الإعلان عن عملة رقمية جديدة اسمها بيتكوين كاش، كانت سهلة في الاستخدام عن البيتكوين العادية، وبرضه بتستخدم في نفس طرق الأمان. وكان واضح إنه روجر كان واثق جدا من صعود هالعملة الجديدة بسرعة، وثقته هي اللي خلت جيمي إنه يشتري 70,000 بيتكوين كاش، وكانت قيمتها بهذاك الوقت $3,000,000. وفي يوم 1 أغسطس سنة 2017 صار تصاعد كبير لعملة البيتكوين والبيتكوين كاش. قيمة البيتكوين الوحدة العادية وقتها وصلت إلى $20,000، أما قيمة البيتكوين الكاش فوصلت إلى $3,000. هون جيمي قرر إنه يبيع ال70,000 كاش اللي عنده، واشترى بنفس قيمتهم 12,000 بيتكوين عادية، وهيك جيمي صار معه بالمحفظة 62,000 بيتكوين. وحانت اللحظة اللي يدخل فيها نادي المليار، لأنه قيمة البيتكوين اللي معه وقتها كانت تساوي $1,240,000,000. جيمي ما احتفظ بال12,000 بيتكوين اللي كسبهم من الصفقة الأخيرة، قرر إنه يضيع هاي الفلوس على ملفاته. اشترى سيارات مثل لامبورغيني مرسيدس، صار يتصاحب على ناس جديدة ويعزمهم ويسافروا ويخوض سهرات طيارات، كل شيء حرفيا جيمي كان يعوض النقص اللي كان عايشه بحياته وهو صغير. كان يصرف ببذغ على حاله وعلى أصدقائه، حتى لدرجة إنه كان يعطيهم كاش بإيديهم.
وفي أوائل سنة 2019 جيمي تعرف على واحد من رجال الأعمال الأمريكيين المعروفين وكان اسمه كليتون كيمر. اتفقوا الاثنين انهم رح يفتحوا شركة عقارات كبيرة وبدهم ياخدوا قرض من البنك بقيمة 60 مليون دولار. جيمي دفع 10 مليون مقدم للشركة وحط 34 مليون تأمين للبنك لحد ما يسددوا قيمة القرض. الغريب انه كليتون كان شايف جيمي مجرد مبرمج عبقري قدر يستغل الصعود الرهيب اللي صار بالبيتكوين وتحول من مليونير الى ملياردير عن طريق الصدفة. ولكن كليتون كان مستغرب، حتى لو كنت مليونير او ملياردير انت عم تصرف مبالغ بجنون، فكان يسأله اكثر من مرة عن مصدر هالفلوس، وكل مرة جيمي كان يتهرب من السؤال وما كان يرضى يجاوب عليه. كليتون كان خايف من الاف بي اي وكان شاكك انه جيمي متورط بنشاط مشبوه عشان يجيب كل هالمبالغ الكبيرة. فتواصل كليتون مع محقق اسمه تريفور ماكلين، وهذا محقق جنائي في مصلحة الضرائب وكان متخصص في الجرائم الإلكترونية والعملات الرقمية. كليتون حكى كل إشي بيعرفه عن جيمي، والمحقق تريفر فعلا شكروه على هذا التعاون، وأعطى أمر لمصلحة الضرائب والاف بي اي بالتحقيق في الأمر، ولكن بشكل سري. بدهم يحددوا المصدر الحقيقي للفلوس اللي جيمي قاعد بيصرفها بهبل. وخلال سنة كاملة الاف بي اي حصلوا على سجل نشاط جيمي بالكامل على الانترنت، والغريب انه ما كان يستخدم اي VPN. اكتشفوا جميعا بالبيتكوين، واكتشفوا انه صفقة البيتكوين كاش اللي سواها في 2016 جيمي الناحية الثانية كان مطمن تماما انه كل اشي بأمان، وانه اصلا ما في حدا شاكك فيه. والاهم عن جيمي انه ما حدا بيعرف المصدر الاساسي للفلوس اللي هو موقع سيلك رود، موقع المشبوه هذاك. وبيوم من الايام طلع جيمي مع اصدقائه في رحلة، واستأجر منزل كبير على حسابه عشان يستقبل فيه أصدقائه. والغريب إنه جيمي كان يدفع كل فلوسه عن طريق الكاش. بتعرفوا ليش؟ كان يتهرب من مصلحة الضرائب وما يخضع لمراقبة البنوك. وفي هاي الرحلة جيمي حكى لأصدقائه إنه ماخذ معي $1,000,000 كاش وكنت حاططهم في حقيبة صغيرة. برضو حكى أنا معي فلاش ميموري تقريبا فيها بيتكوين بقيمة $1,000,000. وتخيلوا معي على مدار أسبوع كامل جيمي قدر يصرف $700,000 على أصدقائه. وفي آخر الأسبوع جيمي كان طالع من بيته ورايح على النادي الليلي كان يسهروا فيه مع أصدقائه، ولكن لما يرجع على البيت اتفاجأ إنه باب البيت مكسور. دخل بسرعة عشان يطمن على البيت وعلى فلوسه، ولكنه ما لقى أي إشي، لا الشنطة ولا $1,000,000 ولا حتى الفلاش. وطبعا مش محتاج أحكي لك إنه جيمي وقتها كان معه بيتكوين جوينز بقيمة تتجاوز $4 مليار. مليون أو 2 أو 3 أو حتى 10 مش مهمين. ولكن جيمي كان شاكك إنه أصدقائه اللي كانوا معه هم اللي سرقوهم، فقرر إنه يكتشفه عشان يعاقبه وما يعمل هيك مرة تانية. جيمي اتصل بالشرطة وأعطاهم سجل للكاميرات الكامل للبيت. الشرطة ظلت تتحقق بالموضوع ولكن ما قدروا يوصلوا لهوية السارق. بهديك اللحظة جيمي قطع كل علاقاته بكل أصدقائه لأنه ما حس معهم بالأمن. وفي يونيو 2020 كلايتون تواصل مع جيمي وحكى له إنه الشركة اللي إحنا فيها محتاجة تمويل، بدنا تمويل إضافي بقيمة $40 مليون. جيمي بعد ما سمع هذا الخبر حس إنه لازم يتصرف، بس بنفس الوقت ما بده يفك البيتكوين عشان ما يلفت الأنظار إله. ولو أنا تصرفت بهاي البيتكوين أكيد الناس رح تعرف إنه هاي البيتكوين كانت بسيلك رود. ومثل ما بتعرفوا طول الفترة الماضية جيمي كان متحفظ على هاي العملات، كان رافض تماما إنه يقرب منها عشان ما يلفت الأنظار الاف بي اي. المهم جيمي قرر هون إنه ينزل الغطاء عن العملات اللي سرقها من سيلك رود، ولكن الهارد ديسك الوحيد اللي كان معه كان عليه عملات بقيمة 50,000 بيتكوين. وبهداك الوقت في 2020 البيتكوين الوحدة وصلت بحدود $70,000. يعني إحنا بنحكي إنه 50,000 ب70,000 إحنا بنحكي على أكثر من $3.5 مليار. ولكن عشان يفك هاي العملات أو البيتكوين اشترى العشرات من الهارد ديسكات، قسم العملات عليهم كلهم. كل هارد ديسك احتفظ تقريبا ب250 بيتكوين. وفي يوم 24 نوفمبر من سنة 2020 ارتكب جيمي أكبر خطأ في حياته. قرروا إنه يكشف الغطاء عن البيتكوينز اللي سرقها من موقع سيلك رود. كان حاسس بالأمان وقتها من الخطوة اللي هو بيعملها، ما كان عارف إنه عنوان الاي بي انبعث للاف بي اي وبأوامر من المحقق تريفر اللي بلغ عنه بالأساس شريكه كلايتون بالبداية. المهم جيمي دخل وعرض البيتكوينز على منصة من منصات العملات الرقمية، والغريب أكثر إنه ما كان مأمن حاله، يعني لا فاتح VPN ولا مخفي الاي بي ولا عامل أي إشي. بلغ العملات اللي معه مباشرة، والاف بي اي كانوا مستنين هاي اللحظة على أحر من الجمر. بس بتعرفوا إيش الوضحك يا سادة يا كرام؟ إنه الاف بي اي لهذاك الوقت كانوا فاكرين جيمي مجرد متهرب من الضرائب، ما كان على بالهم أبدا إنه متورط مع أخطر موقع على الدارك ويب. أول ما جيمي خلص عملية البيع للعملات الرقمية الاف بي اي فعلا رصدوا الاي بي بالكامل. على طول أخذوا الاي بي وحطوه على السيستم عندهم، وتفاجأ إنه نفس هذا الاي بي كان لأحد العملاء النشطين على موقع سيلك رود. وهون المحقق تريفر عرف إنه جيمي مش مجرد شاب عادي ولا
مبرمج عبقري، كان الهاكر الوحيد اللي قدر يخترق أخطر موقع من العالم. تريفر عرف إنه هاي القضية لو ضبطها وقدر يحلها ويكتشفها ويمشي أمورها كله رح يتصدر الصحف، لأنه رح يكتشف قضية فيها أكثر من 3 مليار دولار. وعلى مدار سنة كاملة المحقق تريفر والFBI كانوا بيتابعوا جيمي وحاطينه تحت المراقبة، وبعد أقل من سنة واحدة من كشف سر سير جيمي، وتحديداً في يوم 9 نوفمبر سنة 2021 الFBI تحركت بفرقة من العمليات ومعها فرقة من الأمن السبراني، وكانوا رايحين على منزل جيمي الفخم الموجود في ولاية جورجيا. هناك الشرطة حاوطت المنزل وقدرت تقبض على جيمي، وعثرت الشرطة على مبلغ 700,000 دولار كاش كانوا محطوط في خزانة بالأرض، وبرضو عثروا على لوحات تراثية وقطع أثرية فرعونية مصرية كانوا يشتريهم عشان يتفاخر فيهم قدام الناس. وبرضو الشرطة عثرت على 40 ساعة فخمة وغالية، وقدروا برضو يلاقوا 4 كيلو ذهب عيار 24. ولكن كل هذا ما كان يسوي أي شيء بالنسبة للشرطة، لأن السر الحقيقي كان مخبى بداخل العلبة عزكم الله في دورة المياه الحمام. خلال عملية البحث الشرطة عثرت على الهارد ديسك اللي عليه البيتكوينز، وعلى مدار 6 أشهر من التحقيقات جيمي كان رافض تماما إنه يحكي لهم الباسورد، وبدون هذا الباسورد الشرطة ما راح تقدر تدخل على الهارد ديسك وتحصل على البيتكوينز. وبعد حوارات طويلة ما بين التحقيقات وجيمي قدروا يوصلوا لمساومة وصفقة معينة، وفعلا أول ما المحققين فتحوا الهارد ديسك لقيوا جواته 516,080 عملة بيتكوين، قيمتهم وقتها بتساوي 3 مليار و600 مليون دولار. أما قيمتهم هلأ وقت تصوير الحلقة هي 6 مليار و201 مليون دولار. والغريب إنه التهمة هي انضافت لسجل روس أولبريخت المؤسس الحقيقي لموقع سيلك رود. الشرطة اعتبرتها الفلوس المسروقة أساس نشاطها جاي من موقع سيلك رود، وبهيك المتهم الحقيقي هو صاحب الموقع، موقع روسبريخت. يعني التهمة راحت بعيد عن صاحبنا جيمي. وبعد ما صادرت الشرطة جميع ممتلكات جيمي بما فيهم شركات العقار اللي كانت مشتركة بينه وبينه كلايتون، وهلأ برجع لروس أولبريخت المؤسس الحقيقي لموقع سيلك رود، حصل على حكمين بالسجن المؤبد مدى الحياة بدون ما يكون له أي حق في الإفراج المشروط. ولكن جيمي تم اتهامه بجريمة تبييض الأموال لأنه خبى الفلوس كل هالفترة بدون ما يصرفها، وانحكم عليه بالسجن لمدة 1 سنة بس. ولحد اليوم ما حدا بيعرف إيش مصير جيمي، بل إنه ما حدا بيعرف هل جيمي فعلا طلع من السجن أو لا. بعض الأخبار حكت إنه جيمي عمل صفقة مع الFBI وبدل ما ينسجن اشتغل في قسم الأمن السبراني كخبير. وهيك بتكون انتهت حلقتنا لليوم. لو عجبتك القصة يا عزيزي ما تنسى أن تدعمنا بلايك وكومنت حلو واشتراك بالقناة. دمتم بخير. سلام.